يعني مثلا في سموحه مثلا، تمام. قبل ما امشي كابتن طارق العشري مثلا، واحنا في فتره الاعداد حلو. بنتمرن على تكتيك معين والكلام ده. بنتفرج على مانشستر سيتي. اتفرج على مانشستر سيتي ليه؟ انا عشان نشوف بقى بيلعبوا ازاي وبيطبقوا ازاي وبيطبقوا الضغط ازاي والكلام تهرجش. ده. اه والله، تنزل الملعب تلاقي نفسك بتلعب انا زي استنى الداخليه. بس، استنى لحظه. والله يعني ما الكابتن بهزر، طارق بكلمك العاشر بجد. كان جايب ماتشات مانشستر سيتي مانشستر سيتي، وجوارديولا وكده والكلام ده. تتفرجوا عليها تعملوا اه، ايه؟ ننزل الملعب لا لا، تتفرجوا انتوا عليها تعملوا ايه؟ عشان نطبق بقى، نشوف بيضغطوا ازاي وبيلعبوا ازاي انتوا كنتوا بتطبقوا ايه؟ ونطبق بقى الضغط. تنزل الملعب تلاقي نفسك بتلعب زي الداخليه. طب وده ده يعني مين الغلط في ده، هو ولا اللعيبه؟ لا احنا طبعا. انتوا. طيب يعني الراجل ما غلطش؟ اكيد هو طبعا. اكيد هو. انت اصلا فكرك وفلسفتك اه. يعني، طب هو في ايه؟ يعني لو مثلا مانشستر سيتي يمين انت شمال. ليه؟ انت مثلا ما اعرفش. طب جبنا مثلا نتفرج على اتلتيكو مثلا، ماشي، عشان يعني يعني انت حاجه قصدك تبقى على شبه نفس ط- نفس السيستم ونفس النظام. الستايل بتاع المدير الفني نفسه. اه بالظبط. يعني انت شايف ان الكابتن طارق عشري ما فيش اللي هو التكتيك بتاع التيكا تاكا والحاجات الجميله بتاع لا ما فيش، جوارديولا؟ كله شلاليت طبعا. كله ايه؟ كله دافع ورا وودي طويل، واحد يزحلق وكمله والكلام ده. ده يعني هو كان الكابتن طارق عشري بيقول لكم كده؟ ايوه، العب طويل على طول. العب طويل. ايوه طبعا. اه والله. يعني ما فيش يعني هو في فتره الاعداد وفي التدريب وفي الماتشات ما فيش جمل فنيه؟ لا، جمل فنيه بيمرنك تدافع ازاي. طب وبتهاجم؟ اجتهد بقى. اجتهد. امم. محمود اه انت. والله. انا مسؤول، انا بقول لك ايه، انا عارف انا بقول لك ايه. بس الكابتن طارق عشري يعني برضه مدربين الكبار وخد بطولات والله ده انا بكلمك عن تجربتي انا واللي انا شفته. ايوه انت ما يعني بتهاجموش. ايه. يعني الفرقه ما بتهاجمش. لا ما كنا، انت بقى اللي قدام بقى يجتهد ويلعب طويل على اللي قدام وعيشه بقى. يعني هو مثلا ما بياخدش، يعني هو تمام هو بيعلمكم تدافعوا ازاي. حلو. كنا معظم تمريننا نقف ازاي وندافع ماشي، ازاي. وتقف ازاي اه وخلاص، هو شايف ان القماشه اللي معاه من الاخر بالظبط. تقدر بكده. طيب المهاجمين لا دول. هو طريقه لعبه كده، اي يعني طب هو كده على المهاجمين دول طول. مش بيدربهم برضو في هجوم؟ لا يعني ما فيش حاجه معينه كان بيعملوها مثلا، او حاجه معينه سيستم معين احنا كنا بنتمرن عليه او اه. نمشي بيه. مفيش. لا تمام. مين تاني بقى كمدربين؟ ما فيش، يعني برضو كنت في الداخليه. مم. برضو السنه دي انا شفت فيها حاجات غريبه عمري خلاص بقى انت جاي ما بقى شفتها. عادي 150,000 وطلع عينيك. فلازم هتقابل. اه والله يعني، مثلا كان كابتن رضا شحاته ماسكنا. حلو. تمام. كنا في الداخليه، جه شهر ماشي. واحد. بيبقى في مشي تقريبا. بيبقى في فتره انتقال في اه. في اللعيبه. في شهر واحد. المهم كابتن رضا ليه طلبات معينه. ماشي. مفيش، مش هنجيب لعيبه. ده اللي انا كده. عرفته بعد كده. تمام. اه. مش هنجيب لعيبه. كابتن رضا مشي مثلا، الكود بيقفل 31 يناير. مم. كابتن رضا مشي 27 28 يناير. حلو. كابتن علاء عبد الجه ماشي. 8 لعيبه في يوم. تمن لعيبه في يوم؟ 8 لعيبه في يوم. انت متخيل؟ ايه ده؟ اه والله. طب وازاي يعني الاداره كانوا قاصدين ان هو يمشي عشان يجيبوا اللعيبه؟ الله اعلم بقى. ولا هو الكابتن انا ما علاء من تفهمش غير بره كده. مظبط لا اللعيبه اللي لا، هو جاي، ما ولا ايه اعرفش بالظبط؟ بقى والله، يعني ما ده اللي انا شفته قدامي. كابتن علاء جه مثلا، شد حيلك انت لعيب كبير بيتكلم وعايزين معاك انت؟ وعايزين بقى نرجع مستوانا وتشارك ويبقى ليك دور ومش عارف ايه. حلو. باقي يوم على القيد، يعني يوم 30، اه. 30 يناير، لقيت اللي هو عثمان جاي بيقول لي نزل عقدك. لا ما نزل تهزرش. عقدي ايه؟ انا باخد اصلا. لا ما اه تهزرش. والله. يعني هو واحد بيقول لك احنا جايينك عشان ترجع وترجع محمود عزت بتاع زمان، يقول اه لك انا مش عايزك؟ بيقول لي نزل عقدك. نزل عقدك. قلت له لا مش هنزل عقدي. قال لي خلاص هتمشي. قلت له مشيني عادي، اديني فلوس ومشيني. هو فاكرني اخاف. قلت له خلاص اديني فلوس ومشيني. اه. آه راح قال لي احنا مش عايزين مشاكل، وانت راجل محترم ومش راجل محترم. قلت له ماشي، بس دي مالهاش علاقه باللي انا بقوله يعني. مش معنى ان انا دكتور فانا خلاص. اه بالظبط يعني. جه بعدها بركات، راح بركات حجاج راح سموحه. حلو. خلاص بقى قال لي خلاص هتكمل ومش عارف ايه والكلام ده، بس بعدها ما شمتهاش تاني. شمتهاش لا خلاص. مفيش خلاص. ده بسبب مين بقى؟ حتى جينا في ماتش كان لا واحده واحده بس، ده بسبب مين؟ اللي هو عثمان الدسوقي ولا الكابتن علاء عبد العال؟ اكيد الاثنين. الاثنين. اكيد طبعا. ده اتفاق رسمي خلاص اللي انت مش هتلعب؟ اكيد طبعا. طب وانت كلاعب مالكش حق ان انت جينا في تشتكي؟ ماتش جينا في ماتش
كنا بنلعب المحله، اه كان كابتن نجيب مصاب او موقوف، تمام. وكان مين تاني، كان كمال كمال أبو الفتوح كان مصاب برضه، تمام كانش في حد. فلازم تلعب. انا في السكور انا قلت هلعب، فخلاص لازم تلعب. جابوا باك رايت بقى لعبوه مساك. اه والله. وبعدين ولا قبلين بعدها بقى خلاص رحت قعدت في البيت، ما رضيتش اروح تاني. ما طب انت واخدت فلوسك ولا اتخصم منك فلوس ولا ايه؟ والله في الوقت ده كان كل محاضرة كابتن علاء احنا معانا اللعيبة الكبيرة اللي عندهم خبرات ولعبوا دوري ممتاز كتير، كابتن نجيب، كابتن محمود عزت من اللعيبة طب ما الكبيرة. الكلام حلو اهو. الكلام حلو بس الافعال حاجة تاني خالص. طب وايه اغرب يعني موقف حصل بينك الفكرة وبين؟ بقى ان انا لما قعدت في البيت انا اه رحت قعدت بقى زهقت خلاص. اه اللعيبة اصحابي بيقولوا لي ان هو كان باقي 4 أو 5 ماتشات على الدوري ويخلص والكلام ده، بيقول لهم ان انا الناس اللي باعتنا زي محمود عزت ومش عارف ايه. بياع. انت اصلا يعني ما انت اي شماعه فاهم، اه ما بيلعبنيش ما بيدخلنيش السكور مثلا ويقول لك الناس اللي بعت مم. عشان انا مثلا قعدت ما مش عايز اكمل. مش عايز تكمل. اه بالظبط.